ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما. واتمنى كده كلنا نكون عون وسند لبعض باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين بقدوم شهر رمضان ان شاء الله. عاد علينا عليكم بخير باذن الله. طبعا راجعه لكم النهارده بفكره بسيطه كده. التوم جديد طلع، وطبعا بنخزن منه. في اللي بيخزنه زي ما هو كده بيفرمه، بيفرم بياخد ده يفرمه، بياخد دوت يقطعه برضه يفرمه. انا مش من انصار كده خالص. لان انت يعني مع مرور الوقت بيفقد الريحه بتاعته والطعم بتاعه، مهما يكون متخزن في التلاجة، ومهما يكون محطوط عليه ملح، ومهما يكون محطوط عليه كل حاجه. تمام. فاحنا دلوقتي هنشيله بطريقه شيك في البلكونه، وهتعمليه بطريقه حلوه قوي، بحيث ان انت ما تكونيش شايل جايبه العروش بتاعته كده وشايلاها، وتبقى ايه معرشه، وتعمل عندك في البلكونه عروش وقشر وكده. فانت دلوقتي هتجيبي مثلا الكميه اللي انت عايزاها. طبعا الكميه انا طبعا واخده كميه صغيره منها علشان اوريكم انا هعمل فيها ايه. طبعا دلوقتي قولي مثلا هتاخدي في حدود نص كيلو ولا كيلو هتعمليه. انا على قدي بعمل الايه اللي هو الحبه الصغننين. طبعا القشر والطين بتاعه ده ما تشيلوهوش، لان ده اللي هيحافظ عليه عندك في البلكونه، وهيحافظ عليه في البلكونه، وهيخليه ما يفرغش منك، والفصوص دي ما تبقاش فاضيه معاكي. فانتي هتحافظي عليه زي ما هو كده، ما تنضفيهوش ولا تعملي اي حاجه. حتى لو في طينه اللي هو البلدي بتبقى في طينه كتير، بتسيبيه فيها بتحافظ عليها. تمام. فانا حبيت ان انا ارجع لكم بفكره لما تحطيه في البلكونه يبقى عامل معاكي ايه. تعملي بقى بشكل جمالي كده، حاجه جماليه. ماشي اهو. مثلا هنربط كل النشف دوت انتي بتشيليه اهو. ماشي. وهنعمل ايه كده، هنضفره بمعنى اصح. ويبقى في اوله صعب، بس بعد كده هيتعمل معاكي يبقى حلو قوي. لازم بقى حد ايه يمسك قصادك كده عشان تقدري تتحكمي فيه اهو. هنعمله زي الضفيره اهو. ناخد اتنين باتنين. النشف ده معاكي خالص ايه تشيليه. شايفين بضفره ازاي؟ وتيجي بقى في الاخر العروق اللي هي الطويله دي هتقومي لفاها كده اهو، وربطاها عادي جدا جدا اهو. بصوا بقى شكله عامل ازاي اهو. الضفيره اهي. هنا برضه تدخلي الرز دي في قلب بعضيها كده اهو. كده بتضفريها بقى وتقومي معلقاها في البلكونه اهو. استنوا نربطها كمان ربطه. تقومي لفاها كده.
ايه رايكم؟ اهو اتضفر اهو. وتقومي بقى انت جايبه مثلا شريطه ولا حاجه، وتقومي معلقاه كده في البلكونه اهو، زي ما انتم شايفين اهو اتضفر وبقى جميل جدا جدا. على حسب الكميه، انا طبعا واخده حبات 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 صغيره اهو. ادي روسه، وادي العنقود بتاعه الاخضر زي ما انت شايفه كده اهو. اهو شايفين ربطته في الاخر اهو، بالعنقود بتاعه برضو، بالفرع بتاعه زي ما هو اهو، وبتضفريه. بقى نضيف معاكي العروق، ما بقتش هايشه وملت معاكي الدنيا على الفاضي. لما ترصيهم بقى جنب بعض مش هياخد مساحه اهو. خدي حبه كده يعني، خدي كل نص لوحده او كل ربع لوحده. انا واخده كل نص لوحده اهو. ادي نص اهو، هتجيبي التاني وتقومي عاملاه نفس النظام، النص اهو، النص هو زي ما انتوا شايفين كده. يتعلق معاكم بشكل جمالي في البلكونه، وما ياخدش مساحه، وما يعفرش معاكم الدنيا ولا يوسخ البلكونه. وزي ما انتوا شايفين كده، تدقي بقى المسامير او اي حاجه وتعلقيه زي ما هو كده، شكل جميل ونضيف، والعروش بتاعته مش هايشه خالص زي ما انتوا شايفين اهو اهو. يلا، واتمنى بقى ان الفكره دي تكون عجبتكم ان شاء الله، واشوفكم على خير حبايب مطبخ عزة واكلاتها المصريه. واتمنى كده التفاعل مع بعض، وكل سنه وانتم طيبين حبايبي. مع السلامه.